ده محل الحلاقه اللي هنا يا جماعه، وفي واحد غريب جدا شكله مختلف تماما. ايه ده؟ انت بتتكلم عربي؟ صباح الفل يا معلم. ايه يا عم اللي انت عامله في نفسك ده؟ طيب انا المختلف والله العظيم انا خارج من محل الحلاقه ببص لقيتك فقلت في واحد مختلف، فانا شكلك مختلف. انت منين يا؟ خلي بالك اللي بتسوق دي واحده. لا باي باي حبيبي عسل جدا. الناس كلها بتيجي تتفرج عارفه ان الجزم دي المفروض ان هي جزم اليهود اللي النازيين رموهم في الدانوب. الراجل دمه خفيف جدا والمكان رايق جدا بصراحه. الحمد لله. انت بتشوف انا بقول لك حبيب قلبي فهمتني على طول. انت منين؟ من الجزائر. الجزائر. واو، انت تعرف ان انت اول واحد من الجزائر قابله هنا في بودابست؟ خلي بالك ده شكله مترو الانفاق قوي، يعني مش مترو انفاق عادي، ده سلم وهنخش تاني سلم، ده تحت 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 الانفاق. يا عمو عم اللي حبيب قلبي. ايه انت بتطبخ يا ريس؟ ده انت مش بتشوي، ما شاء الله عليك، ده انت بتطبخ بطاطس. وانا ماشي عند البرلمان لقيت اتوبيس عايم، اتوبيس يعني. صباح الخير من بودابست ويوم جديد. الجو النهارده يعني حر شويه بس في نسمه هواء حلوه. اكتشفت ان في هنا سلوك وفي حاجات كده كابلات كهرباء. في باص هنا بيعدي بيمشي بالكهرباء، يعني هو باص بس مش بيمشي بالبنزين، لا هو الباص بيمشي بالكهرباء، يعني عامل زي الترام بتاع زمان اللي بيمشي بالكهرباء. في سكينة كهرباء كده فوق الباص بيمشي في نص المدينة كلها. فاكتشفت الموضوع ده قلت لازم اوريهولك، شكله مختلف تماما. الحدائق هنا كتير جدا على طول، في معظم الميادين او في اي مكان بتلاقي فيه ميدان بتلاقي فيه العاب اطفال. الجو هادي ورايق وسكوت خالص، كل واحد ماشي كده مع نفسه. انا المفروض ان انا في الحي السابع. الحي السابع ده جنب السنتر، لان السنتر في الحي الخامس هنا في بودابست. ناس صاحيه كده تتمشى تروق، جو هادي، ميادين حلوه وشوارع هاديه والاصوات مش مزعجه، مفيش يعني في ناس وفي حركه بس ما بتحسش بالازعاج والدوشه والزمامير فبتحس ان الدنيا جميله ورايقه. انا نفسي اوريك كل حاجه في المدينه على اساس انك انت جيت وشفت كل حاجه بعينيك. بحاول اوريك كل حاجه موجوده، بديك الانطباع لكل الاذواق او اي انطباع موجود هنا في بودابست او في اي مكان بروحه. بحاول ان انا اديك الانطباع اللي موجود، الميادين اللي موجوده، الحاجات كلها اللي انت ممكن تبقى انت في مكان تبقى مميزه بالنسبه لك او بتشوفها. مش شرط كل حاجه بوريها لك تبقى مميزه، في حاجات حلوه وفي حاجات وحشه. خلينا نشوف مع بعض ونكتشف ايه المميز وايه الحلو وايه الوحش في كل مكان نروح. يلا بينا. رايح دلوقتي اركب المترو، عايز اشوف المترو، عايز اشوف تجربه المترو واوريها لكم معايا، هل هي تجربه سهله ولا صعبه. طبعا انا كده معايا التيكت اللي هو بيديك تركب اي حاجه، مترو، ترام، اتوبيس، اي حاجه. هو اصلا شكل يا جماعه ان صالون الحلاقه هنا حريمي ورجالي يعني. هاي برو، هاو ار يو. ده يا جماعه محلات الحلاقه هنا. How are you? I'm fine. Fine? What's your name? My name is Islam Zoon. Islam Zoon, from where? Yeah. From I'm from Egypt. Egypt. Yes. Vietnamese. Vietnam. Oh, Vietnam, it's Vietnamese. good. You work in Budapest. Oh. How much? Sukat 3,000. 3,000 Yeah. forints. It's good. Thank you bro. Thank you. ده محل الحلاقة اللي هنا يا جماعة، وفي واحد غريب جدا شكله مختلف تماما. ايه ده؟ انت بتتكلم عربي؟ صباح الفل يا معلم. ايه يا عم اللي انت عامله في نفسك ده؟ طيب انا المختلف. والله العظيم انا خارج من محل الحلاقه ببص لقيتك فقلت في واحد مختلف، فانا شكلك مختلف. انت منين يا؟ انت منين يا معلم؟ من تونس يعني. من تونس. اجدع ناس يا معلم. الاسد. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. كله تمام. ماشي يا معلم. صاحبنا مصري يا باشا انا مصري وافتخر ان انا مصري. هذاك انت روماني المصري عادي يا معلم، انا بعمل فلوج كده بشوف الدنيا ماشيه ازاي يعني. بعثنا عن يا باشا تونس اجدع ناس، صباح الفل على تونس. وصباح النور على مصر. حبيبي مع السلامه يا معلم. خلي بالك بقول عليه شكله غريب، طلع فاهمني وطلع تونسي بس هو شكله غريب يعني. انا قلت قدامه عادي. جايب لي ان هو خلاص كده انا وصلت، انا مشيت الحته ديت. المفروض ان احنا نركب من الكلتي وهننزل اللاجيوس. خلينا نشوف المترو بيعملوا فيه ايه وبيركبوه ازاي والدنيا ماشيه ازاي هنا، وهل زحمه هل مش زحمه. خلينا اما نشوف. هو عموما محطه المترو حلوه
احنا المفروض ان احنا اول حاجه هنعملها ان احنا هنشوف اي خط. احنا المترو اللي هنركبه مترو M2، فهو بيقول لك ان M2 بتمشي من هنا، M2 كالتي. خلينا ما نشوف محطة المترو. هل محطة المترو زي عندنا في مصر؟ أنا شايف إن هي يعني الجو تراوح، حاطط مراوح، الدنيا رايقة. الام 2 المفروض إن إحنا رايحين الكلتي. خلي بالك حوار إن المواصلات دوت محتاج إنك أنت تكون بتفهم في حوار الخطوط، رخم شوية بس قشطة أنا اتعودت عليه. خلاص قربنا نوصل للام 2. اوف ده لسه في سلم تاني يا جدعان. خلي بالك ده شكله مترو الانفاق قوي، يعني مش مترو انفاق عادي، ده سلم وهنخش تاني سلم. ده تحت 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 الانفاق. واخ كل ده سلم. اوف ده سلم كبير جدا. ده غير السلم اللي احنا نزلناه في الاول. لا شكل الموضوع مطول، شكلنا نقعد ننزل كتير الفتره الجايه. يلا المفروض ان احنا هنعمل ايه؟ المفروض ان احنا هننزل عند الفور سيزون. يعني احنا المفروض ركبنا من هنا هنركب المحطة اللي هي بتاعة لاجوس، محطة اسمها لاجوس. المفروض ان احنا ننزل هناك في اللاجوس ديت عشان نوصل للفور سيزون، لان الحتة المفروض اللي هي بتاعة الفور سيزون ديت فيها الجسر بتاع الحرية وجسر السلاسل، على اساس ان احنا نشوف كروز نهرية نركبها ونشوف بودابست من كل الدانوب، نشوف البرلمان المجري بقى والجبال وقلعة بودا والحاجات دي. خلاص المترو وصل والمفروض ان احنا نركبه دلوقتي. اهم حاجه يكون مكيف بصراحه يا جدعان. المترو جميل ومكيف، ودي كانت اهم حاجه بالنسبه لي ان المترو يكون مكيف. في ناس واقفه، في ناس قاعده عادي يعني. بس انا لاحظت حاجه هنا على فكره، لما في حد بيكون عجوز جاي محدش بيقوم له على فكره. على فكره انا لاحظت الحوار ده في اوروبا كلها، لما بيكون حد كبير في السن وعايز يقعد وشاب قاعد ما بيقوملوش. الموضوع ده ما حبيتوش بصراحه في المكان هنا. والمفروض ان احنا خلاص كده اللي هي المحطه الرابعه، لان هم كانوا 4 محطات. هنا بيحترموا الكلاب لدرجه ان هو عامل لك تمثال لواحد قاعد مع كلب. انا ما شفتش، دي اول مره اشوف نفق حقيقي تحت الارض مترو انفاق بودابست. خلاص احنا كده المفروض هنطلع من محطه المترو. واو ده احنا كده طلعنا عند البرلمان المجري. الله خلي بالك والله انا ما كنت عارف ان انا هطلع على المكان ده، انا كنت متخيل ان انا هطلع عند المحطه اللي فيها الفور سيزون. احنا كده المفروض طلعنا عند البرلمان بالظبط. واو بص محطه المترو اللي انا كنت نازل منها، محطه جميله جدا ونضيفه جدا ومعموله بشكل اثري. الفيلا موش او الترام تحفه جدا، الاجواء الناس بجد مكان تحفه. انا بصراحه ما كنتش متوقع ان انا هنزل هنا، كنت متوقع ان انا هنزل في مكان تاني. كافيهات شكلها جميل جدا بصراحه، مكان رايق رايق، الجو حلو، مفيش حر خالص خالص خالص، مش حاسس باي حاجه فيها حر. خلي بالك اللي بتسوق دي واحده. لا باي باي حبيبي عسل جدا. صبغه شعرها اخضر ولابسه النضاره وتقول لي باي. نزلت في مكان رايق جدا وحظنا ان احنا نشوف البرلمان المجري النهارده. والله ما كنت عارف ان انا هنزل هنا، كنت نازل عند محطه الفور سيزون اللي المفروض ان فيها الايجار ده في فرح هنا. الله 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 الله. Congratulations. Congratulations. From where? Everywhere. Everywhere. Business University. Vietnam. Okay. Congratulations والف مبروك. For Arabic الف مبروك. باي. باي. الناس هنا عسل جدا، بص الجمال، بص الجمال تحفه. الناس هنا حبوبه جدا، تضحك بشوشه، جايه تنبسط، محدش في دماغه انت بتصور ما بتصورش، مفيش الكلام ده. ناس رايقه طبعا، جامد جدا. البرلمان يا جماعه هنا المفروض ان ده اصلا زي مجلس الشعب عندنا، يعني المفروض ان البرلمان المجري ده زي مجلس الشعب بالظبط. فانت متخيل مثلا لما يكون مجلس الشعب يكون بالحاجه الاثريه الضخمه قوي جدا دي. لا يعني حوار غريب قوي بصراحه ان هم يبقوا البرلمان المجري بالطريقه دي. من الواضح كده ان هو هناك في حفله او في فيستيفال ما شاء الله. شوف هو بيجلي الحديد يا جماعه بتاع يعني سبحان الله، شغلانه دي برضو شغلانه، خلي بالك يعني دي شغلانه. هو المفروض شغلانته
بيجلي العواميد زي عندنا في مصر، يقول له يلا يا ابني روح اجلي العمود، هو بيجلي بقى العمود اللي بيتحط فيه بتاعت الزباله. جود افترنون، جود ورك، ثانك يو. واو، الناس هنا خلي بالك مهتمه جدا بالمكان عموما وبالنظافه. تن 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 تن. والله العظيم انا نازل هنا صدفه، والله العظيم انا كنت نازل عند الفور سيزون عشان اروح اركب الكروز النهريه، بس ان شاء الله اروح ارجع لها. الراجل بيعزف بضمير جدا. الراجل يا جدعان رايق اقسم بالله. بص ايوه يا معلم. الراجل دمه خفيف جدا والمكان رايق جدا بصراحة. عموما انبسطنا وحظنا حلو وهيصنا شوية، والراجل دمه خفيف جدا بصراحة والقعدة حلوة قوي. ده بقى طبعا البرلمان المجري، هو كبير جدا، انت بتتكلم ان هو مساحته كبيرة، واخد مكان كبير جدا. شوف يا جدعان احنا بقالنا قد ايه ماشيين، ولا في اي مجهود ولا في اي فرهده. وبص بقالنا قد ايه ماشيين، مثلا 10 دقايق مثلا. الموضوع سهل جدا هنا في بودابست او في اوروبا عموما يعني. كل شويه بتلاقي ترام ترام ترام، معرفش والله، انا بحس ان الترام ده شكله حلو يعني، يخلي شكل المكان حلو. Where are you from? I am from Egypt. Egypt? Egypt. From where? Poland. Bolanda. Poland. Poland, yes. Poland. Lewandowski. Yes, sure. Warszawa. Szubrówka. الراجل ده يا جماعه وقفني، الراجل ده وقفني عايز يعرف انا منين وبعمل ايه وبصور ايه، فبيقول لي انت منين؟ قلت له من ايجيبت وبتاع. قال لي انا مش عارف فين ايجيبت. بقول له طب انت منين؟ بيقول لي بولندا. Szubrówka. To drink. زبرفكا. فودكا. ايوه. اوكي. يو فيرست كام بودابست؟ Yes, yes. This first visit Yeah, Budapest? it's my first time here. Do you have YouTube channel or something like this? Yes, YouTube. Can I get? شور. هو انا مش عارف ايه الغرض من التمثال دوت، بس هو شكله عجبني بصراحه، شكله مختلف شويه. في حاجه غريبه جدا هنا عند البرلمان المجري، في زي تذكار هنا ان النازيين المفروض ان هم رموا اليهود في الدانوب، فالمفروض ان هم حاطين الجزم ديت في نهر الدانوب هنا، وعلى نهر الدانوب هنا في بودابست. الناس كلها بتيجي تتفرج، عارفه ان الجزم دي المفروض ان هي جزم اليهود اللي النازيين رموهم في الدانوب. 10/7 وكل واحد بيجي يحط تذكار هنا 10/7/23 جزم اليهود اللي اترموا عن طريق النازيين في نهر الدانوب. طبعا هو مكان غريب جدا، والمفروض الناس دي اترمت هنا وماتت، فهم عاملين جزم او عاملين جزمهم، او هم قلعوا جزمهم بعد كده نطوا او رموهم من غير جزمهم. مش عارف يعني ايه دخل الجزم في موضوع ان هم يرموهم، بس الناس هنا بتيجي وبتصور وبتتفرج على الجزم، والمفروض ان هو نصب تذكاري يعني. ايه الاخبار؟ حلوه الجزمه دي؟ حلوه الجزمه دي؟ قول رايك. حلوه؟ No, I don't. This good. حلوه الجزمه دي؟ No, I don't know. I don't speak Arabic. Italian. You from Italian. Yes. I tell you, this good or not good? No good. Not good. From Egypt, pyramids. You know pyramids? I am from pyramids. حبيبة قلبي. وانت يا ماما عاملة ايه؟ From where? Well, I've been to the pyramids, yes. Pyramids. You go Egypt. Yes. Wow, you like Egypt. I loved I loved Egypt. It's Egypt. very hot. Very hot. But I But love Budapest, it's good weather. This weather is like my weather at home. Wow. You from where? United States. West, it's a desert and it's hot. Yes. But I still Yes. like it. All time I it's still very cold. want- yes, I just want a little bit of snow right now. Yes. You like Egypt and like Budapest. Yes. You can visitor anywhere. Okay. You've got to see a lot. Okay, nice to meet you. It's Bye. nice to meet you. Bye. Bye. وانا ماشي عند البرلمان لقيت اتوبيس عايم.
اتوبيس يعني. بصوا يا جماعه، انا كنت مصور الباص اللي كان ماشي في النهر. انا كنت متوقع ان هي مركب او يخت او لانش على شكل باص، بس انا اكتشفت في الاخر ان الباص موجود بيمشي في الشارع عادي وعلى الطرق، وفي نفس الوقت عنده المحرك هنا وبيمشي كمان على النهر. يعني هو ليه مكان بينزل منه على النهر ويعدي. انا ما كنتش اتوقع ابدا ان الباص اللي انا صورته وانا على الدانوب ان هو اوريدي باص، بس بجد طلع باص يعني. حاجه جامده جدا. هو عموما ده كافيه عادي جدا، يعني اي حد ممكن يدخل يقعد في الكافيه، بس هم عاملين جو حلو جدا والقعده رايقه جدا. عجبني جدا الكافيه دوت. كافيه قدام الفور سيزون الناحيه الثانيه، قاعده تحفه جدا عند الجسر هنا، في مزيكا تحت وعزف. وخلينا بقى نشوف اللي احنا عايزين نعمله. بقى لنا 3 ساعات مش عارفين من ساعه ما نزلت محطه المترو. only 5000 فورنت، 5000 بس. صح كده؟ صح. اسمك ايه؟ شفت انا عرفت ازاي ان انت بتتكلم عربي يا احمد؟ عامل ايه يا احمد؟ اديني تذكره ب 5000 فورنت وقول لي ميعادها امتى يا احمد باشا؟ الميعاد اللي جاي الساعة 7. الساعة 7. والساعة كام دلوقتي؟ 6:30. يلا اديني يا باشا. حبيب قلبي. انت عامل ايه؟ انت منين بقى يا معلم؟ من اليمن. من اليمن. اجدع ناس. ايه اخبار بودابست معاك؟ ولا أحلى. بوابة رقم 6. بوابة رقم 6. تمام. هتمشي من هنا على طول تمام. لين هتشوف الماريوت هوتيل ايوه قدامك. تمام. مباشرة. أحمد رمزي. حبيبي يا احمد رمزي. احمد رمزي ده ممثل مشهور. بالضبط. تحب مصر؟ والله أم الدنيا. ام الدنيا. نزلت مصر قبل كده؟ لسه قبل 5 شهور. قبل 5 شهور. اكلت ملوخية طيب؟ بالأرانب. ملوخية بالارانب بعد. حبيبي حبيبي يا كبير. ماشي حبيبي يا احمد. السلام عليكم. اخيرا يا جماعه، اخيرا جبنا التذكره بتاعه المركب او بتاعه الكروز النهريه. هو اول رحله او اول حاجه موجوده دلوقتي الساعه 7 وخلاص الحمد لله اخدتها. انا اصلا كنت المفروض بقى اساسا كنت عايز انزل محطه المترو اللي هنا، بس ما نزلتش محطه المترو اللي هنا، نزلت المحطه اللي عند البرلمان. فسبحان الله لقينا الحفله ولقينا التذكار اليهود بتاع اللي رمى اليهود والنازيين وبتاع والقصص ديت. فقشطه يعني احنا كده المفروض خلاص حجزنا التذكره. خلينا بقى نلحق شويه صبح كده ونشوف الاجواء كلها اللي احنا عايزين نتفرج عليها، بتاعه الدانوب وبتاعه البرلمان والقلعه والجبال والحاجات الجميله دي. في كافيه هنا برضو زي اللي احنا شفناه الناحيه الثانيه. هو ما بين كل جسر وجسر بتلاقي كافيه كده شكله حلو وقاعده بتبقى رايقه يعني. ان احنا دلوقتي خلاص نزلنا جنب فندق انتر كونتيننتال، وفي نظام قعدات وبواخر كتير جدا. المفروض ان احنا عايزين نسال على الجيت بتاعنا رقم 6. هنا قعدات وكل زون بينزل على المكان بتاعه او بينزل على الباخره بتاعته اللي هياخدها او الكروز النهريه. المفروض ان هنا كلها قعدات كافيهات، وخلي بالك هي شغاله صبح وليل يعني، بس قاعده رايقه جدا بصراحه. ما وصلناش لنمبر 6 والمفروض ان دي محطوطه باربيكيو، ان الناس هنا بتخش بتشوي بتاكل بتعمل كل الكلام هنا. الناس رايقه جدا والمفروض ان ده كله فري. هاي هاو ار يو؟ فروم وير؟ فروم هنغاريان؟ يس جود كانتري. الحاجات دي كلها والاعداد دي كلها يا جماعه المفروض ان هي مجانا، وبتبقى قاعد على الدانوب كده تجيب المشويات بتاعتك، حاطين لك الدكك والحاجات والقعدات والشوايه، وجو رايق جدا بصراحه. ازيك يا عمو؟ عم اللي حبيب قلبي. ايه انت بتطبخ يا ريس؟ انت مش بتشوي ما شاء الله عليك، ده انت بتطبخ بطاطس. تيو ده انت عجيب. بوب كمان اديله. وبصل وبتاع. لا انت يا عم انت زي الفل والله، انت زي الفل ما شاء الله. اول مره اشوف عرب. السلام عليكم. السلام عليكم. ما شاء الله النهارده هتبقى مشويات تحفه ان شاء الله. اجي لكم نتعشى مع بعض ماشي؟ الله ميه يا جدعان، ميه. احلى حاجه انك انت تبقى ماشي كده وتلاقي ميه ساقعه تحفه. الميه بتنزل ساقعه دي اكنها كولدير نازله ساقعه. وصلنا له اخيرا، جيت نمبر 6. Yeah, perfect.
بيرفكت. بيرفكت؟ اوكي حبيب قلبي، عامل ايه؟ حبيبي الحمد لله. الحمد لله. ده انت شوف انا بقول لك حبيب قلبي فهمتني على طول. انت منين؟ من الجزائر. الجزائر. واو، انت تعرف ان انت اول واحد من الجزائر قابله هنا في بودابست؟ والله اول واحد، كله تونس ومغرب والله. ومصر طبعا. مشرفين يا باشا، شرفت بيك، واحلى جزائر واحلى شباب. الله يبارك تسلم فيك، الله حبيبي يا يبارك فيك كبير، عزيزي. حبيبي في أمان الله، حبيبي enjoy. حبيبي. مركب جميلة يا جماعة، والمكان تحفة، والناس رايقة وسياح، وجو لذيذ بصراحة. بص، أنا أكتر حاجة بحبها في أي مكان فيه نيل أو بحر الرحلة البحرية. يا سلام، بنبسط جدا، بتمزج الواحد، والأعداد بتكون جامدة جدا، والناس بتكون مبسوطة وبتتفرج على مناظر طبيعية، وبيكون فيه هوا تحفة. أي مكان بروحه بحب جدا أختار المركب البحرية أو أختار الرحلة البحرية، بتكون ممتعة جدا بصراحة. هي حاليا بدأت تتحرك. تحفة يا جدعان، تحفة. الجو حلو جدا، بتشوف كل بودابست من ناحيتين، من ناحية البودا ومن ناحية البست. تحفة. دي قلعة بودا. طبعا وانت في الكروز بتشوف البرلمان المجري بطريقة مبهرة جدا، او بتشوفه ككل يعني من الدانوب مختلف تماما لما بتنزل تصوره من تحت او بتبقى موجود تحت. طبعا ده برلمان مجري، المفروض ان هو زي مجلس الشعب يعني. البرلمان المجري بيعملوا فيه جلسات مجلس شعب وكده، بس هو حاجة تاريخية وقديم جدا يعني، بقاله مبنى أكتر من 150 سنة، بقاله كتير جدا المبنى ده. مش عايز أدي الرحلة أكتر من حقها، بس هي رحلة حلوة يعني. أنا مش واو، بس هي فيها مناظر طبيعية، بتشوف بودابست من وجه آخر خالص، بتشوفها من حتة كده فيها طبيعة ونهر، غير بقى الشوارع والأسواق والكافيهات. بتشوف كل الاشجار والجبال والبيوت والمباني التاريخيه. بالنسبه لثمنها 5000 فورنت او 12 يورو، انك انت تاخد ساعه في النهر او 45 دقيقه تتمشى وتشوف الجسور والاماكن، طبعا تعتبر كويس جدا. اديها 90%، 90% استجمام، تفضيه دماغ على الاخر، ممتعه جدا. بتشوف كل الجسور، تحفه تحفه. الجبال شكلها تحفه. الحمد لله وصلنا. حد بيحب الطبيعة قوي، بيحب الاستجمام يجي. لو حد بيحب الادرينالين وبيحب المغامرات، لا ما يجيش. بعد الرحلة البحرية ديت حسيت ان انا عايز امشي جدا، لقيت نفسي في البلد على طول مجرد ما خرجت. خلي بالك حاجة كويسة جدا انك انت تكون عارف حد في البلد يعني، او لو انا عارف حد في كل بلد الموضوع هيفرق جدا. عشان كده بحس ان بودابست قريبة مني، او بحس ان انا مش مقلق، مش خايف، ما عنديش اي حوار هنا، فبتدي جراءة شوية بسبب انك انت عندك ناس هنا او اصحاب او اصدقاء او اي حد لو كلمته في اي حاجة يجي لك على طول. دي حاجة بتفرق جدا يعني. الكافيه اللي هناك دوت اسمه أنا كافيه. الكافيه ده مشهور جدا، والحاجات اللي فيه طعمها جميل جدا، ولو حد جه هنا بودابست ممكن يجربوا. القعدة حلوة والله. انا بحب جدا ان انا الاقي حد بيزق عربيه فيها طفل، لاني انا معظم الناس بلاقيه بيزق عربيه فيها كلب، يعني حاجه عجيبه جدا في اوروبا بصراحه. بيربوا الكلاب زي الاطفال بالظبط يعني، بيجيب له عربيه بيبي وبيقعد الكلب فيها فكل ما بقيت اشوف عربيه بيبي بحس ان هو هلاقي كلب، مش عارف ليه. فظيعه. والممشى جميل. شوف يا جدعان، على فكره انا من ساعه ما نزلت الصبح وانا ماشي، مش موضوع ان انا مثلا عندي قدرات، لا، موضوع ان الاجواء الاوروبيه بتخليك تمشي تمشي تمشي. الحر طبعا بيفرهد، الحر في اي مكان ما بيخليكش تعرف تمشي 10 متر على بعض. هنا الجو حلو متقلب، ممكن حتى لو في شارع فيه كتمه شويه، بس باقي الشوارع بتلاقي هواء وبتلاقي جو منعش. كل الاماكن اللي موجوده هنا ضله يعني، زي ما انت شايف مفيش شمس يعني. الشمس كانت موجوده في الكروز على سنها في النهر يعني، لكن معظم الشوارع ديت ضله جدا، مفيش اي شمس. غريب جدا يا جدعان. بص المحلات اللي هي السوبر ماركت او البقاله تكون شكلها غريب قوي، او يعني ما تحسش انها بقاله او سوبر ماركت. هو ده محل المفروض ان هو بيبيع سجاير او بيبيع حاجات غريبه جدا.
هو ده محل كله سموك يعني، ما بيبيعش غير سموك، وبيبيع عصاير وميه وسجاير. علبة السجاير ب 1900 فورنت اللي هي التيرة. المحل لما تيجي تخرج تحس ان هو مش محل اصلا. بص عامل ازاي؟ ده اللي كنا جوه فيه بلس 18، ما بيبيعوش سجاير ولا اي حاجه من الحاجات دي اللي اقل من 18 سنه. وكان يوم حلو جدا، وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وخلي الفيديو ده يوصل لاكتر عدد مشاهدين.